السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا في صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نمشي للبحر ديال تشارنا اللي كاين في النواحي ديال الناظور. وبغيت هكا نشارك معكم النهار ديالي كيفاش غادي يدوز، ونديكم معايا باش تشوفوا هذا البحر كيفاش داير، ونعطيكم بعض النصائح اللي تقدروا تفاداوها فاش تجيو ليه. خديت لكم بعض اللقطات من الطريق بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم جاو لهاد البلاصه ولا شافوها.
صافي البنات وصلنا هنايا للبحر. الصراحه الطريق زوينه، فيها بزاف ديال المناظر، ولكن صعيبه، حيت فيها الفيراجات بزاف. وهذا هو البحر ديال تشارنه، زوين بزاف، ولكن ما كنصحكمش نهائيا انكم تعوموا فيه، حيت ديك اللحظه اللي جلسنا فيها حنايا تما تقريبا كانوا غيغرقوا 3 ديال الدراري. الحمد لله اللي عتقوهم الدراري وخرجوهم. داكشي علاش ما كنصحكمش نهائيا انكم تعوموا فيه، خصوصا الوليدات الصغار. واخا هو الصراحه صعيب على الوليدات الصغار وصعيب حتى على الكبار، حيت كيجر بزاف. المهم تسارينا فيه مزيان ودرنا، واخا ما بقيناش تما بزاف حيت كنا عوالين نعوموا، ولكن ملي لقينا البحر هايج هكاك وكيجر الناس بزاف ما زعمناش. صافي جلسنا فيه تقريبا نص نهار ورجعنا بحالتنا للدار. ورجعنا مباشره وجدنا العشاء. اما بالنسبه للبحر كنا دينا معنا غير سندويتشات صايبتهم بالليل، والغد اللي ديتهم معايا. داكشي علاش ما غاديش ندير عشاء اللي خفيف، حيت اصلا ما تغديناش مزيان وما لقيناش تما حتى شي بلاصه اللي نقدروا ناكلوا فيها. صافي خديت هنايا بطاطا اللي سلقتها وقطعتها هكا مربعات صغار، درت معاها البصله صغيره وشويه ديال القزبر والمعدنوس. فاش غادي نقربوا نحطوا العشاء غادي نضيف ليها شويه ديال الملحه، حيت اصلا ما سلقتهاش بالملحه، وغنضيف ليها البزار والكمون وزيت الزيتون. دزت هنايا وجدت سلطه اخرى اللي درت فيها مطيشه والخيار والبصله والقزبر والمعدنوس، حتى من بعد عاد غادي نضيف ليها الملحه والبزار وزيت الزيتون. خديت هنايا السردين اللي نقيته مزيان وغسلته وخليته كيقطر. خديت هنايا شي طويصه ديروا فيها بصله محكوكه والثومه، راكم عارفين الحوت كيبغي الثومه مزيان. بزاف ديال البنات غادي تجيهم غريبه انني ندير البصله في الحوت هو اللي غادي ندير في الحوت، ولكن غير جربوها راه كتجي رائعه بزاف واحسن من انكم ديروا العطريه بوحدها. صافي غادي نبدا نضيف عليها العطريه، غادي نضيف التحميره، غادي نضيف البزار، وغادي نضيف الكمون، وغادي نضيف الملحه، وغادي نضيف تقريبا معلقه كبيره ديال الخل ديال الحامض. الا ما عندكمش ديروا نص حامضه معصوره. وغادي نضيف من طبيعه الحال القزبر والمعدنوس. وضروري من شويه ديال الزيت. صافي غادي نخلط كلشي مزيان وغادي نشرمل به الحوت كامل. خديت هنايا الزيت درتها كتسخن، وخديت هنايا كميه ديال الدقيق اللي غادي ندير فيه الحوت، ووجدت طبيسيل درت فيه البابي باش يشرب ليا ديك الزيت ديال الحوت. غادي ناخذ هنايا حوته كيف ما شفتوا معايا، راه ما درتش فيها شرموله من برا، درتها غير من الداخل. صافي غادي ندوزها هكا في الدقيق وغادي نديرها مباشره في المقله اللي كتكون فيها الزيت سخونه. صافي غادي نستمر حتى كنكمل الحوت ديالي كامل حتى كيتحمر ليا من التحت وكيطيب، وكنعاود نقلبو للجهه الاخرى. صافي وهذا هو العشاء ديالي ديال اليوم. هذه هي السلطه ديال المطيشه والخيار، وهذه السلطه ديال البطاطا، قليت هنايا 2 فلفلات، وهذا هو الحوت ديالي كيف كيجي. صافي هذا هو العشاء ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انه نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي ريجيم ديالكم والتعاليق ديالكم، ولا بغيتوني نشارك معكم بزاف ديال لي فلوق خليوها لي في التعاليق. وشكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء.